عمرك قابلت حد لأول مرة وحسيت إنك عرفت شخصيته من غير ما يتكلم؟ أو حسيت إن الشخص اللي قدامك ده مش مريحك من أول نظرة شفته فيها؟ تفتكر ده مجرد إحساس ولا في حاجة ورا الموضوع ده؟ لو مهتم تعرف خليك معانا لآخر الفيديو علشان تستفيد. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في قناة هيوكا. معاكم باسم، والنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع علم الفراسة. العلم اللي اشتهروا بيه العرب زمان، واللي بيحاولوا يفهموا شخصية الإنسان من ملامحه، من حركاته، أو حتى من نبرة صوته. خلينا أقول لك كل حاجة عن علم الفراسة، بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايكك الجميل، شير الفيديو لأصحابك، ولو لسه ما اشتركتش يلا حالا اشترك لأن فايتك كتير. ويلا بينا نبدأ الفيديو. العرب كانوا من أذكى الناس في الملاحظة، وكانوا بيعتمدوا على الفراسة في الحكم على الأشخاص، لدرجة إنهم كانوا بيعرفوا شخصية الشخص من مشيته أو حتى من طريقة كلامه. الفراسة مش علم جديد، ده حاجة موجودة من آلاف السنين، اتكلم عنها علماء كتير زي الفيلسوف أرسطو وابن القيم وابن خلدون، اللي قالوا إن العرب عندهم قدرة رهيبة على تحليل الشخصيات من ملامح الوجه ومن السلوك كمان. وبعد ما فهمنا إن علم الفراسة هو إنك تحلل شخصيته اللي قدامك سواء من سلوكه أو من مشيته أو من طريقة كلامه أو من نظراته أو حتى من ملامح وجهه، دلوقتي هنتكلم عن أنواع الفراسة. أول نوع من أنواع الفراسة هو فراسة الوجه. هل الجبهة العريضة معناها إن الشخص ده ذكي؟ هل العينين الضيقة بتدل على إن الشخص ده مكار؟ طيب هل الابتسامة العريضة دليل على إن الشخص ده طيب؟ الفراسة بتقول إن كل تفصيلة في وشك ممكن يكون ليها معنى. خليني أقول لك بعض الأمثلة السريعة. الجبهة العريضة بتدل على الذكاء وسرعة الفهم. الحواجب المتقاربة بتدل على إن الشخص ده متوتر أو شخص عصبي. الشفايف العريضة ده شخصية جادة وشخصية حاسمة. الدقن البارزة دي بتدل على القوة والشجاعة. تاني نوع هو فراسة الجسد. كل حركة في جسمك بتقول حاجة عنك، ودي حاجة بنلاحظها في حياتنا اليومية من غير ما ناخد بالنا، زي مثلا طريقة المشي السريعة، دي بتدل على إن الشخص ده عملي وبيحب الإنجاز. كمان الوقوف مع وضع الإيدين في الجيوب ده معناها شخص غامض أو ممكن شخص مش واثق في نفسه. الإيدين المتشابكة مع بعض دي بتدل على التوتر أو على الدفاعية. ثالث نوع من أنواع الفراسة هي فراسة الصوت. نبرة صوتك مش بس بتوصل كلام، دي كمان ممكن تكشف شخصيتك. الصوت الهادي والمنخفض غالبا بيكون شخص متزن أو شخص واثق في نفسه. الصوت السريع جدا ده شخص متوتر أو شخص مندفع. الصوت القوي والواضح ده شخصية قيادية وجريئة. رابع نوع هو فراسة السلوك. الموضوع ما وقفش بس عند الشكل أو الصوت، كمان تصرفات البني آدم بتكشف حاجات كتير عنه. يعني الشخص اللي بيحرك رجله بسرعة وهو قاعد غالبا ده شخص عصبي أو ممكن هو متوتر في الموقف ده. الشخص اللي دايما بيبص في الأرض وهو بيكلمك ده ممكن يكون شخص خجول أو شخص مش واثق في نفسه. الشخص اللي بيضحك على كل حاجة حتى لو مش مضحكة ده ممكن يكون بيجامل بزيادة أو بيحاول يكسب ود الناس. وبعد ما سمعنا كل أنواع الفراسة بنوصل لسؤال تلقائي، وهو هل الفراسة علم دقيق 100%؟ السؤال ده مهم جدا. الحقيقة إجابته صادمة، وهي لا. الفراسة بتعتمد على ملاحظات وتحليل، لكن مش دايما الأحكام بتكون صح. العلم الحديث زي علم النفس بيقول إن تحليل الشخصية محتاج دراسة أعمق، وإننا ما ينفعش نحكم على شخص لمجرد إن ملامحه أو حركاته حتى بتدل على حاجة معينة. لازم نشوف تصرفاته وسلوكه في مواقف مختلفة، لأن الموقف الواحد مش دايما بيدل على الشخصية الحقيقية ليك. ودلوقتي بنوصل لتطبيق عملي لعلم الفراسة اللي اتكلمنا عنه. هعرض عليك دلوقتي 3 صور لأشخاص بتعبيرات وش مختلفة، وحاول تخمن شخصيتهم بناء على اللي اتعلمناه النهاردة. يلا جرب معايا واكتب رأيك في التعليقات. علم الفراسة ده علم ممتع جدا، لكن مجرد أداة لفهم الناس مش أكتر. وأنصحك ما تحكمش على حد من أول نظرة، لأن كل شخص أعمق من مجرد ملامحه أو تصرفاته. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وكل اللي وصل لهنا أحب أقولك أنت صديق القناة. اثبت وجودك بتعليق، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.